شاء الله نعمل فيديو لما كارت الاقامه بتاعك تستلمه. انت عندك ميعاد البصمه ان شاء الله 23 كمان 3 ايام يوم الاثنين وان شاء الله ان شاء الله موافق باذن الله. انا اسمي احمد ناصر، انا جاي اعمل توكيل، عايش في الجرف، فجاي اعمل توكيل لابو مهند اللي هو يستلم الكارت مكاني ان شاء الله. فاجئني ولسه متقابلين اللي هو جينا نسيت نعمل توكيل، فبيقول لي لا انا هفاجئك بحاجه احسن من التوكيل. فجاي هنا اداني ورقه اللي هي بتاعت استلام الكارت، وانا جاي هنا ادوني الورقه دي مكانها. انا جاي حرفيا قسما بالله اعمل توكيل، مش هعمل اي حاجه تانية، وراجع تاني الجرف وحاجز باص فليكس باص وكل حاجه. فانا مش عارف يعني انا هل صح ده الكارت ولا لا، فاحنا نشوف ان شاء الله. احمد عميل عندنا عنده بصمه امتى يا باشا؟ البصمه عندك 23 ان شاء الله، كمان يومين 3 ايام بالظبط. يوم الاثنين الجاي. النهارده 20 يوم الجمعه. الموافق عندنا ثالث يوم رمضان في مصر، ثاني يوم رمضان بالظبط كده، صح كده؟ هنبقى نشوف الموضوع ده الاختلاف فين. رمضان كريم عليك وعلى الامه الاسلاميه. الاستاذ احمد برضه عايز رمضان كريم عليكم ان شاء الله. كل اللي مستني كروت باذن الله يستلمها بيصفي النيه باذن الله. والله الراجل ده والله انا بحترمه من ساعه ما جه البرتغال. شقه وتعب، ومش زي ناس راح مكان تاني عشان خاطر دولة تانية وياخد، لا شقيان طلعان عين اهله. بحترمه جدا جدا، اشتغل على نفسه، بيرضى باي حاجه لحد ما ربنا يكرمه وياخد كارت الاقامه، وبعد كده ليه القرار ان هو كان يستقر هنا او ان انت تروح اي دوله ثانيه. ربنا يا رب يوفقك ويكتب لك الخير. السلام عليكم، انا اسمي احمد ناصر. انا اتعاملت مع لينسو ماجيكو تقريبا شهر 5 2025. عرفت ابو مهند من خلال فيديوهات يوتيوب. ما كنتش اعرف يعني ايه برتغال اساسا. تقريبا نص الناس اللي فعلا ما تعرفش يعني ايه برتغال غير من فيديوهات ابو مهند. المهم عرفنا يعني ايه برتغال، تواصلنا مع ابو مهند، ومهند ابتدى معانا الموضوع تاتا من اول مستر اسامه في مصر لحد ما جينا البرتغال. وقعدنا في البرتغال وجينا على المكتب وقعدنا مع ابو مهند شخصيا، وقعدنا مع طاقم العمل كله. عايز اقول لكم من A to Z والله العظيم الواحد حس ان هو بيتعامل مع اخواته ومع ناس فاهمه خالص، مع ناس محترمه عندها ضمير. خطوه بخطوه، سواء في استخراج نيس، سواء عملنا حسابات بنكيه، خلصنا كل حاجه من رفع القضيه، من اخذ الميعاد، من تقديم التكوين المهني في المعهد، لاستلام الورق هناك، لبدء الدراسه، كل حاجه، لحد كمان ما جالنا الميعاد الحمد لله في شهر 23/2 يعني من 3 شهور. وراحوا معايا لحد هناك ودخلنا قدمنا المستندات كلها ورجعنا الورق بدل المره 10 قبل ما نخش. يعني انا مش عارف اقول ايه والله. انا متفاجئ. انا اساسا كنت جاي النهارده اعمل توكيل، ما تنساش الباسبور، ودخلنا وادوني الظرف ده وانا لسه ما فتحتوش عشان نفتحه قدامنا وقدام الناس كلها. هفتح الظرف وان شاء الله خير. اهو ادي الكارت حتى لسه بالبرشامه بتاعته اهو بالعافيه بيطلع الحمد لله. الكارت اهو، انا قرب الكارت، معلش انا هلغي البيانات بتاعتي بس، وادي شكلي. برضه حوار لسه واخد بالي حالا دلوقتي ان هم ادوني الاقامه بسنتين مش بسنه واحده كده. ادي برضه، وادي الكارت من ورا وقدام. ميرسي والف شكر لينسو ماجيكو، والف شكر للطاقم كله وابو مهند مستر اسامه. بص هيخلص 8/5/28. انا مقدم مبصم 23/2/26. الحمد لله على كل شيء. مش عارف اقول ايه والله، بس انا الف شكر من اول مستر اسامه لابو مهند، طاقم العمل كله، لينسو ماجيكو. اشوفكم في حاجه جديده. السلام عليكم. وعليكم السلام.